يا ترى ايه الفيونكة الصفرا دي اللي لابسها نتنياهو؟ أهالي الرهائن الإسرائيليين محتجزين لدى حماس بعد اختطافهم بقوا يوزعوا ويلبسوا فيونكات الصفرا وبيطالبوا بعودتهم bring them home، والشارة دي في الأحداث اللي بتحصل دلوقتي بقت رمز bring them home، عيدوهم لديارهم. بس الشارة دي تاريخها بيعود لسبعينات القرن الماضي لما طهران احتجزت 52 أمريكي، وكانت برضو بتستخدم الريبن الصفرا دي مطالبة بعودة المحتجزين لديارهم. فالشارة دي بقى أصبحت بمثابة نشر الوعي عن موضوع المحتجزين ومطالبة بعودتهم لديارهم. بس السؤال هنا، نتنياهو بيطالب مين بعودة المحتجزين لديارهم؟ ما هو اللي مش عايز يرجعهم. ما حضرتك مش فاهم، ما أهالي الضحايا بيطلبوا منك أنت تبرينج دم باك هوم. حضرتك اللي موقف كل الاتفاقيات اللي هدفها أساسا عودة الرهائن لديارهم. الصراحة هي حركة صايعة، لطع عياله رابون على الجاكيتة ونازل بقى ضرب في الرهائن لحد ما جاب أجل شوية منهم وهيجيب أجلهم كلهم. عامل زي الاتش ار في الشركة بتاعتك يا برو، كاتب على مكتبه إنه مع موظف ونازل يا عيني فيه. يلا بقى ما علينا، سيبك أنت.